الانطلاقات مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والآمال تتجدد مع كل انطلاقة في هذا الصباح الجميل. انطلاقة سليمة للشوط الرابع، وهو الشوط الخاص بالحجايج الجعدان. نسير مباشرة ننطلق بالصدارة، نتابع البداية، نتابع مقدمة هذا الشوط وما يحمله من تحديات ومن أثار. المقدمة هملول لمحمد بن عتيج بالعرضي الحميري، ولكن التغيير من الرامي أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي متابعا لانطلاقة الرامي من الدفع بناموس هذا الشوط ومع المركز الثالث. أرى التسلل في هذه اللحظات أيضا الانطلاقة من شعار منصور بن خليفة بن سالمين الحميري من ينطلق مع المركز الثالث. رابع التحديات الوسمي لسهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي، الدور دور المركز الخامس. وأرى القدوم في هذه اللحظات والتسلل من الجانب الآخر. أرى هناك الليزر لمحمد بن عتيج بن سالم بالعرضي الحميري من ينطلق مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا مستمرة، الانطلاقات رائعة، والرامي على الصدارة من رمى أيضا وانطلق بمقدمة هذا الشوط بمتابعة الرامي. ينطلق أيضا مع التحديات الرائعة مشاهدينا متابعينا الكرام أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، ولكن التغيير والتسلل من مزام مشاهدينا متابعينا الكرام لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي، ومع المركز الثالث الليزر لمحمد بن عتيج بالعرضي الحميري. نتابع المركز الرابع والتسلل ايضا انطلاقة سند لعبد الله بن سيف بن معضد المشهوري. بينما انطلقنا مع المركز الخامس نتابع ايضا شاهين من يتسلل في هذه اللحظات وشعار منصور بن خليفة بن سالمين الحميري من ينطلق مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات مستمرة، الانطلاقات رائعة، ولكن نتابع مرزام اللي انطلق بالصدارة. انطلق بالمقدمة علي بن خليفة بن رشيد السويدي متابعا لهذا الانطلاق المثير. ومع المركز الثاني التحديات القادمة من الرامي لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. ننطلق مع المركز الثالث الليزر لمحمد بن عتيج بالعرضي الحميري. وأرى رعد بدأ يتسلل في هذه اللحظات، بدأ يرعد أيضا رعد مع المركز الثالث زايد بن سيف بن سالمين المزروعي. وخامس التحديات سند عبد الله بن سيف بن معضد المشهوري. هذه النتيجة، تحدياتنا مستمرة، ومرزام على الصدارة، مرزام على المقدمة. يقود المجموعة علي بن خليفة بن رشيد السويدي من قدم ضرغامه في الشوط الماضي. يقدم مرزام أيضا مع التحديات بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات والعصاقوس. يا سلام يا سلام يا سلام، بدت الأوامر طفيفة وخفيفة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير. ومرزام يا رشوط بالفعل منذ البداية ينطلق مع التحديات. الرامي مع المركز الثاني لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، والثالث التحديات رعد زايد بن سيف بن سالمين المزروعي. والقدوم والتحديات من كفو محمد بن عوض بن خويتم العامري من ينطلق مع المركز الرابع. ولكن نعود مع الصدارة مع التحديات الجميلة مرزام ولكن الرامي انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة مشاهدينا متابعين الكرام. أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي ينطلق بناموس هذا الشوط، والرامي اللي قفل على مجريات هذا الشوط مع الاندفاع الأخير واللحظات الأخيرة. تهانينا من الأعماق لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز الرامي بالمركز الأول. لحظات وصوله إلى خط النهاية بدون أي منافس. تهانينا لأحمد بن خليفة بن رشيد. المركز الثاني لعلي بن خليفة بن رشيد مرزام. المركز الثالث رعد زايد بن سيف بن سالمين المزروعي. والمركز الرابع سند لعبد الله بن سيف بن معضد المشهوري. المركز الخامس كفو محمد بن عوض بن خويتم العامري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نعود بالتوقيت الزمني 4 دقائق 41 ثانية توقيت الرامي. تهانينا لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي.